كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه المنهج ديوشوش، كتاب الصلاة شوح. الأذان دي تنوي انت إقامة بوغش متي حقها شوي. الإقامة ديتر دولش متي حقها شوي. وأما الإقامة إقامة فهي إذا نفس الأذان إشت أذان سن أذان درك دق إذا مع ملاحظة الفوارق التالية. هنز أختيح حقوان يلشلو سار نقيع يلشلو إباشخل يقاس تواشتلو إهما إذا تون تدنبر تتحن سوچوتن بودقز. الأذان حال خرنق الأذان مثنى أذان ديش خناح تندشنش شواذ إيردو. أقول إقامة فرادة إقامة دشنش تحت إيردو. ودليل ذلك دليل حديث أنس حديث رضي الله عنه الله ريد خليلة عند البخاري جرجع دلوء ومسلما جرجع دلوء. إمام بخاري سديتن مسلم سديتن صحيح البخاري شو صحيح ومسلم شو عدو إذ أمر بلال يك أمر دير أن يشفع الأذان أذان دشنش شواذ آذر ويوتر الإقامة إقامة دشنش تحت آذر إلا الإقامة قد قامت الصلاة بوختلو إدواش دو تريق. أي لفظ قد قامت الصلاة بوختل إدواش دو تريق فإنها تكرر مرتين إذا شوذ إيردوال. وصيغة الإقامة إقامة كيب تنفرم لروبك كاملة قوتش خلج حيلح اشتباق الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. وقد ثبت اشتسد ذلك كيب وتنصيغت في الأحاديث الصحيحة دولشة حديث شكاح عند البخاري جرجح ومسلم جرجح وغيرهما إشي واتشن جرجح. شوظانك الترسل والتمهل في الأذان. أذان دجخينح ملش سيختلوش إيردو. والإسراع في الإقامة إقامة دجخينح سيختلو إيردو إقامة دشنش. لأن الأذان هون أذان دولون ديل للغائبين جينر شارن ثان إذا خزيته. فكان الترتيل إذا أقا جمع إذ ملش آلر سيختلوش آلر ملش إذا فيه أبلغ تيخش أغدو. والإقامة إقامة للحاضرين أسلامزن حبيخ كان بولشان بريسوت وديش بولشان ندو. فكان الإسراع فيها أنسب إقامة دشنش سيخ آلر إذا تنس دوغشتو بوختو. قوازلا درج من كان عليه فوائد مثلا خين اختلن دولشتو لامش تعنين إحدلح مثلا لامز تعشي لامز تلقتن أتو هدد وأراد أن يقضيها اشدوقش تندلئش أذن للأولى فقط حلخرشن أذن دينا. وقام لكل صلاة يقتوت يحشاديش تنشم مسو لامزن إقامة ديشعنا وول إصباح مثلا ديال لامز مالمز لامز ميركش ديسن قدا لردويل أتنو دلاح مثلا تعباحن خواتنا نابقية خول يويت في الخول أقا سنقية تمشروا الخول إشتنش ديسنيح إشديوقش يوخد والش خلشة حال خرشونا أذان دينا يوخت أشاد يشتل وشديوقش يشتل قدع دولا مشنا إقامة ديش عن تؤرد بوقو. ودليل ذلك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيامر خلاردو جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تيح أقا ميرك أجيب حوري تحان قول ليرتو
بأذان واحد تحن أذان وإقامتين شن إقامة رواه مسلم سيتنز. شروطها إقامة بيحكمش شروط أصلوش هي نفس شروط الأذان أذان دولش دول بيحكمش تقتن بوخ. سنن الإقامة إقامة سنة شديد والهر وسنن الإقامة إقامة سنتش هي أذوش أيضا إش سنن الأذان أذان دولش دول سنتش دو ويزاد صودا قردو غردو استحباب أن يكون المؤذن هو المقيم دلع قداقي دبونيتلني سنة دو أذان يقح هدو ألشا أذان دينر إذ إقامة ديش ورق خلال أذان دين شو إقامة درا إذا سنة دبوخو ويسن للسامع سنة دو إذا إقامة خذ شولشنا أن يقول شاء أقامها الله وأدامها قد قامت الصلاة بوشتولش متي إقاتش أقامها الله وأدامها بوشتولد وإذ وشتو آذر إذا سنة دو رواه أبو داود ديتن بوقته. النداء للصلوات غير المفروضة مثلا فرض دولش لام ذشنا قيقنبر. الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة. أذان إقامة أغدين دولش دولو سنة دو فرض لا مزشنا. أما غيرها إشدوترش مما تسن فيه الجماعة جماعة درش يقع السنة دولش دولو قلامدش كالعيدين شين عيد لامزيتر والكسوفين ما لخبوت لا تجديش دولش لامزي قأتر والجنازة دقلام زي قأتر فلا يسن فيها الأذان والإقامة أطلا مشكح سنة ذات أذان إقامة وإنما يقول فيها ترجع إيردو الصلاة جامعة إيردو بوخو. روى البخاري سديتا ومسلم سديتا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عاس كانت عمرو بن العاس عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاس عاس كانت عمر كانت عبد الله رضي الله عنهما الله ريت غليت وشنيخة قال سؤالر لما انكسفت الشمس مالخ لتنشخينح زتميني سولنس بوغدوخ إخيل شخينح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمر زامن شوح نودي قيقا بر الصلاة جامعة وقيس على صلاة الكسوف إشتا تتردنا وتس مالخ لا ترندولش تولش وتلامزنا ما في معناها تن معنى حدولش دولو لامش من الصلوات المسنونة أقسمت لامش التي تشرع شرع دولش مشروع دولش فيها شيء على جماعة الشاشة در إشت سنة دولش دولا مش ومتشجع إقامته لاتنا در دي ترشق ديلا. شروط صحة الصلاة أقنت دين دولش دولا مز فرض لامز إذا صحيح خلا إنيس خلا إديستويتلنا خلا تن دولش دولو شروط شديد شمتي حقات شوي دا المقلع حويات ادوخش درسيح دا سخيمي دواخح إذا دعدو يشردوي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإيمانا وهدى وطاعة لك وذكرا لك وخشية لك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.